ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دكتور محمد فكري عيطة، مدرس واستشاري القلب والسكر جامعة المنصورة. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ممكن للاسف بنتجاهله باستمرار، وهو التهاب الاعصاب الطرفية بسبب السكر. هو اصلا يعني ايه التهاب اعصاب؟ السكر العالي بيسبب ضعف في التغذية الدموية للاعصاب الدقيقة، ومع الوقت الاعصاب نفسها تبدأ تتلف او يحصل فيها التهاب دائم، وده للاسف بيسبب اعراض مزعجة جدا. طيب، ايه هو انواع التهاب الاعصاب السكريه؟ اول حاجه النوع الحسي اللي هو البريفرال نيوروباثي، وده للاسف اكتر نوع شائع جدا وبيأثر على القدمين غالبا. تاني حاجه النوع الحركي، بيأثر على عضلات الايد والرجل وبيؤدي لضعف او ضمور للاسف. تالت حاجه النوع الذاتي اللي هو الاوتونوميك نيوروباثي، ده بيأثر على الاعضاء الداخليه زي القلب والجهاز الهضمي والمثانه. رابع حاجة النوع الحاد الاكيوت نيوروباثيك بين، بيأثر على الأعضاء الداخلية وللأسف بيجي بسرعة وبألم شديد جدا، وده بيحصل لو السكر كان عالي لفترة كبيرة. طب يا دكتور، ايه هي أعراض التهاب الأعصاب السكرية؟ أول حاجة تنميل في الأطراف، شكشكة أو حرقان، ألم بيزيد بالليل، ضعف أو فقدان الإحساس بالحرارة والبرودة، تقلصات عضلية أو ضعف في العضلات، دوخة أو اضطراب في ضربات القلب خصوصا في النوع الذاتي، مشاكل في التبول والهضم. كل عرض من دول للأسف هو جرس إنذار. لو طنشت الأعراض، الجروح تتفتح وما تتقفلش، قرح قدم سكرية، تمشي على حاجة حادة وما تحسش، تلبس جزمة مقلوبة أو ضيقة وما تحسش برضو، وفي النهاية خصوصا في مصر للأسف بتر القدم. طيب ازاي احمي نفسي؟ لازم تفحص رجليك كل يوم، اي تغير في اللون او الجرح لازم تفحص نفسك عند الدكتور الخاص بتاعك. شراب قطن ناعم وما تمشيش حافي، ويا ريت يكون فيه حذاء طبي. تعمل رسم عصب خصوصا كل سنه لو عندك اعراض. تابع مع الدكتور لو في مشاكل في الضغط او ارتفاع في الكوليسترول. امتنع عن التدخين تماما، وطبعا تمارس الرياضه. طيب العلاج، اهم حاجه تظبيط السكر، يعني ده رقم واحد. بعد كده في ادويه ممكن لتخفيف الالم زي البري جابالين او الجابابنتين. ممكن مضادات اكسده مفيده للاعصاب زي الالفا ليبويك اسيد، حقن المقويات زي ما الناس ما بتقول عليها، او فيتامين ب المركب علشان تحفيز التوصيل العصبي. علاج طبيعي في الحالات المتقدمه او الحالات الصعبه. التغذيه السليمه والامتناع عن التدخين. تمام. ونيجي لسؤال النهارده، حسيت بحرقان او تنميل قبل كده؟ طيب عملت رسم عصب او فحصت اعصابك قبل كده؟ شاركنا بتجربتك علشان ممكن تنقذ غيرك من بتر او من مضاعفات خطيره. انا دكتور محمد فكري عيطة، مدرس القلب والسكر. ولو الفيديو ده فادك او فاد حد انت بتحبه ابعته له، واشوفكم على خير.